ازيكم يا حلوين؟ معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفه جديده. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. وكمان لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عندي وتحطوا لي لايكات وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زيكم، وتشجعوني ان انا هعمل لكم حاجات احلى واحلى بكتير. النهارده بقى الوصفه بتاعتنا سهله ولذيذه، هعمل معاكم بطاطس محشيه لحمه مفرومه. تمام. انا هنا كان معايا بطاطس. انتي لما بتروحي تجيبي البطاطس بتاعت اللي هنعملها في الوصفه النهارده تبقى طويله شويه وصغيره، يعني بطاطس تبقى صغيره. هنا دي البطاطس انا كانت معايا صغيره اهي، فهبدا ان انا اقشرها. يعني ده كان حوالي عن كيلو بطاطس يعني. تمام. لو لقيتي اصغر من اللي معايا كمان هاتيها. بس انا يعني اللي كان عندي كانت يعني مش صغيره قوي يعني. تمام. بس كانت حلوه. هنا بقى ببدأ كده ان انا اقشر البطاطس، وكمان من الجنب كده من فوق ببدأ ان انا اقورها. وعشان بقى احشيها ايه لحمه مفرومه، بتقوريها عادي كأنك بتقوري مثلا كوسه بتنجان كده اي حاجه. هي بتتقور سهله وما بتاخدش وقت خالص يعني. تمام. وكمان بقى بتيجي من تحت كده بتشيلي حته صغيره علشان لما تيجي توقفي البطاطس او يعني تحطي البطاطس في الصينيه تبقى واقفه معاكي وثابته. تمام. هنا بقى انا كنت بقور اهو، بشيل بس بحدد كده فتحه صغيره بالمقوره، وبعدين بقى ببدا اشيل الزيادات بتاعه البطاطس من جوه. والزيادات دي انا مش هرميها، هتشوفوا في الاخر انا هعمل فيها ايه. ممكن كمان تسلقيها عادي، مثلا لو هتسلقيها ومع شويه سمنه بلدي كده، حته سمنه بلدي او شويه زيت مع مثلا بيضه مسلوقه، هتبقى برضو حلوه. وجبه عشاء مثلا او وجبه فطار اي حاجه. بس انا دلوقتي هعمل بيها حاجه برضو مش هرميها يعني، هتشوفوها معايا في الاخر. تمام. هنا بقى كنت خلصت تقوير البطاطس وشطفتها حلو يعني. هبدأ بقى ان انا اديها تحميرة كده في الزيت. تشميعة الزيت دي او تحميرة الزيت دي بتخليها ما تتهريش معاكي في الفرن، وكمان لونها بيبقى حلو يعني. تمام. هبدأ بقى ان انا اقليها كده كأنك بتقلي بطاطس عادية يعني. اول ما تاخد لون معايا حاول بس اديها لون من كل الجوانب كده، اول ما تاخد لون هشيلها عادي، احطها بقى على مناديل المطبخ يعني ايه، اصفي شوية من الزيت اللي هي خدته. هي الوصفة سهلة ولذيذة وبإذن الله تعجبكم، وتعملي جنبها بقى شوية رز بشعرية، يعني يبقى فيها بقى البروتين والنشويات وكل حاجة ووجبة كاملة يعني. هنا بقى خلاص كنت قليت البطاطس وحمرتها، هجيب بقى حلة. معايا ده كان يعني ايه، هو زيادة عن ربع لحمة مفرومة شوية. تمام. وهيعمل معايا كمية كلها وهيبقى حلو يعني. هو تقريبا كان ربع لحمة مفرومة مش كتير يعني. هنزل بقى عليهم كده ببصلاية متوسطة الحجم، هقطعها تقطيع مكعبات صغير. تمام. وهبدأ بقى ان انا اعصج لحمة، هعصج لحمة عادي زي كأنك بتعصجيها لأي حاجة، المكرونة او اي حاجة تانية. اقطع كده عليهم بصلاية زي ما قلت لكم. اللي كان معايا ده كان كيلو بطاطس، انتي بقى اعملي الكمية على حسب انت شايفة يعني هي هتكفي قد ايه يعني. تمام. هحط عليها شوية ملح وشوية فلفل اسمر وشوية كمون. تمام. وهقطع عليها كمان دلوقتي قرن فلفل اخضر، وهسيبها بقى خلاص كده. لو عندك كمان فلفل الوان مع الاخضر حطي فلفل الوان مع الاخضر. وبشرة صغيرة قوي جوزة الطيب، يعني مش هكتر من جوزة الطيب. تمام. وادي كده التعصيجة بتاعت اللحمة اهي. خلاص بقى انا هشيلها دلوقتي، هركنها على جنب، وهتشوفوا معايا هعمل ايه تاني. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة من كلمة اشتراك تحت او كلمة سبسكرايب، وحطوا لي لايكات كتير واكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زيكم. انا عارفه ان انا بتاخر عليكم، بس معلش بقى اعذروني باذن الله يعني. حاول ان انا ما اتاخرش تاني يعني، هي الدنيا واقعه عندي بس في القناه شويه، فهي قفلاني الصراحه يعني. بس باذن الله ارجع تاني احسن من الاول واكمل واستمر وانزل لكم زي ما كنت بنزل الاول كل يوم فيديو، او كل يوم ويوم فيديو ان شاء الله يعني. هنا خلاص بقى في نفس الحله. عايزه تعملي كده براحتك، مش عايزه خلاص، بس انا عملتها في نفس الحله. انا شلت اللحمه في طبق وجيت في نفس الحله علشان يعني ايه، اصل هي مكانها لحمه. جبت بصلايه كده صغيره شويه، وهبدا ان انا احمرها في معلقه سمنه بسيطه قوي. تمام.
هحمر البصلايه، هديها تشويحه كده، وهنزل عليها دلوقتي البصلايه دي دلوقتي هنزل عليها بفصين توم كده مفرومين، فصين التوم اهو. هشوح بس البصلايه تشويحه صغيره قوي، وهنزل بقى عليهم دلوقتي بطماطم، يعني انا ضربه طماطم في الخلاط هنزل عليها زي ما انتم شايفين كده. هسيب بقى الطماطم، هحط لها البهارات بتاعتها، حطيت ملح اهو، وكمان هحط شويه فلفل اسمر وشويه كمون وسنه السكر اللي احنا معروفين ان احنا بنحطها على كل طماطم عادي. هو السكر ده بيدي سكاره للاكل تمام، وتانية بيعادل حموضه الطماطم، يعني بيبقى حلو برضو. ادي السكر اهو، وخلاص بقى كده هسيبها دلوقتي تتسبك مع نفسها، وبعدين بقى هرجع اوريكم انا هعمل ايه. هي الوصفه سهله وسريعه. هنا بقى خلاص كنت هحشي اهو البطاطس اللحمه المفرومه اللي انا عملتها، وزي ما قلت لكم ده كان ربع كيلو لحمه مفرومه، مش كتير يعني. او ممكن كمان على فكره الربع كيلو يعمل معاكي اكتر من كده، لو انت مثلا زودت له بصل، زودت له فلفل كده يعني، وبجد بتبقى طعمها تحفه الصراحه. وكمان اصلا البطاطس واخده لون من التحميره اللي انا كنت محمرها لها في الزيت. هي التحميره دي اهميتها ان هي تخلي البطاطس ما تتهريش معاكي في الفرن، تبقى ماسكه نفسها يعني. هحشيها اهو كده. هبدا بقى ان انا كده خلاص حشيت كل البطاطس. هجيب بقى صينيه ولا بايركس، هو ده الصراحه كانت اصغر حاجه عندي، مش لاقي حاجه اصغر من كده يعني. فرشت فيها في الارضيه بتاعتها البطاطس اللي انا كنت مطلعاها من التقوير، او من الحته اللي انا كنت بقطعها من تحت زي ما كنت بقول لكم. حطيتها في ارضيه الصينيه، بجد كان طعمها احسن من البطاطس نفسها اصلا. كانت بقى واخده كل الطعم من اللحمه ومن البطاطس ومن الصوص الطماطم، كانت جامده صراحه يعني. هديها كده من عليها يعني شويه كده صلصه، وهرص بقى عليها البطاطس، وهبدا ادي ايه الصلصه الباقيه على الوش كده، وخلاص بقى هدخلها الفرن. هي بالظبط هتاخد حوالي عن 40 دقيقه في الفرن يعني. انت ممكن كمان علشان تنجزي الوقت تلفيها زي ما انا هعملها دلوقتي بورق فويل، واول ما تلاقيها استوت تشيلي الورق الفويل، تاخد بس وش من فوق من تحت الشوايه وخلاص تمام. البايركس ده يا جماعه حاسبه من استخدامه، يعني انت لو هو كان سخن وجاه عليه نقطه ميه هيفرقع في وشك يعني. انا الصراحه بتعامل معاه بكل حذر يعني، اصلا ما كنتش عايزه استخدمه بس قلت لا انا هستخدمه. هي بقى كده كانت البطاطس خلاص خرجت من الفرن اهي. معلش يا جماعه انا اسفه لو سامعين صوت حواليا في الفيديو، بس يعني انا مش في الشقه عندي يعني، فهتلاقي في صوت يعني. هنا بقى خلاص كانت البطاطس خرجت اهي، كانت استوت وخدت لون من فوق، وكمان البطاطس اللي هي اللي تحت دي واخده من كل الصوص والبهاريز والطعامه واللذاذه وكل حاجه. كنت عامله بقى جنبها كده شويه رز بشعريه، بجد طعمها كان تحفه. انا كنت عامله الوصفه دي اصلا كان نفسي فيها قوي قوي، ان انا كنت حاسه ان انا هموت لو ما اكلتهاش. بجد طعمها حلو قوي، لو خدت قطمه كده بطاطس مع اللحمه مع الرز بجد بتبقى تحفه. وزي ما قلت لكم الصوص اللي تحت اللي هو التقوير بتاع البطاطس ده كان شارب من كل الطعم، بجد كان وهمي يعني. اعمليها وجربيها وباذن الله هتعجبكم ان شاء الله، هتبقى ناجحه وتبقى حلوه وهتعجب باذن الله ولادك يعني. وحاجه سهله ومش مكلفه يعني. هي ما خدتش معايا غير يعني ربع كيلو لحمه. انا قلت لك كمان ممكن الربع كيلو لحمه يعمل لك اكتر من كده لو انت زودتي له بصل وزودتي له فلفل. ممكن تبشري معاهم جزرايه كده هتبقى حلوه. ممكن كمان تدخلي معاهم بسله يعني هتبقى برضو مدخله معاها خضار، بس انا الصراحه استكفيت بالبصل والفلفل علشان انا عايزاها تبقى تقليديه يعني تمام. ممكن زي ما قلت لك تزودي بسله وتزودي عليها جزرايه كبيره مثلا، هترمي معاكي كميه لحمه حلوه، فهتقدري تعملي كميه اكبر من كده بكتير. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، هتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم، وتشجعوني ان انا باذن الله ارجع زي الاول واستمر واعمل حاجات احلى واحلى. يلا مع السلامه، وجربوها باذن الله هتعجبكم. باي باي.